نشوة الفوز المفاجئ تدفعك لأن تضع قسيمة في صندوق سحب اليانصيب علك تصيب ربحا لم يكن في الحسبان. المشكلة أنك لم تربح في حياتك ولا حتى جائزة ترضية. هل هو الحظ؟ لكن هل من المعقول مثلا أن يكون الشخص محظوظا لدرجة أنه يربح أكثر من مرة في سنة واحدة؟ لا، ويربح أفراد عائلته أيضا جوائز قيمة ومتتالية. أي حظ؟ سأحكي لكم هذه القصة عن سحب من سحوبات هو الأكبر في مهرجان تسوق في الكويت، هو مهرجان يا هلا، وهذا هو. وراح الحين نسحب منو يا ترى صاحب الحظ السعيد اللي راح يفوز في هذه السيارة. سيارة كاديلاك سكاليد موديل 2024. ونقول ألف مبروك لفاطمة جمال، ألف مبروك لفاطمة جمال، تستاهلين يا فاطمة. إذن فاطمة جمال هي التي فازت بهذا السحب. فاطمة جمال سيدة من الجنسية المصرية وربحت هذه السيارة كاديلاك سكاليد موديل 24، سعرها تقريبا 80,000 دولار. حلوين، حلم أي شخص يريد أن يركب هذه السيارة. المشكلة أن فاطمة لا تقود سيارة، ليس لديها شهادة سواقة، والغريب في الموضوع أنها فازت ب4 سيارات في عام واحد، بالإضافة للكاديلاك فازت بالجيلي كولراي موديل 25 لونها رصاصي، بالإضافة لسيارات أخرى مثل BMW ورانج روفر. هي لا تقود السيارة، لكن هل هذه بالفعل مصادفة أم أن في الأمر لعبة؟ لاحظوا حركة يد رئيس قسم السحوبات عندما يسحب الكرت. لاحظوا جيدا هذا الفيديو. وزارة الداخلية كشفت الموضوع وأعلنت عن كشف شبكة للتلاعب بالسحوبات، وقبضت أولا على السيدة المصرية وعلى زوجها وعلى الموظف رئيس قسم السحوبات في وزارة التجارة، وقالت إنه استغل منصبه لتنفيذ العملية مقابل مبالغ مادية. وأوقفت وزارة وزارة التجارة والصناعة كافة السحوبات مؤقتا لتتم مراجعة نتائجها منذ بداية عام 2024. وأكدت أن مشتبها بهم آخرين كانوا متورطين في العملية وجاري البحث عنهم. وذكرت صحيفة القبس أن وكيل وزارة التجارة زياد الناجم قدم استقالته انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الأدبية ودفاعا